طبعا لازم نكون متفائلين في ظل الأحداث اللي بتحصل في نادي الزمالك. هنحاول ندي للناس أمل في الأحداث اللي بتحصل. محمود شبانة إن شاء الله أنا بعتبره صفقة جديدة، لأن محمود شبانة هيبقى إضافة لنادي الزمالك، لأن المركز ده إحنا محتاجينه، عندنا مشاكل فيه كتير جدا في ظل تراجع مستوى عبد الغني وعدم الانسجام. مصطفى زني لاعب كويس، مش عايز أقول إن هو مش منسجم، هو مش عارف لسه، مش متجانس مع اللعيبة. فلسه مصطفى الزناري لسه عليه شوية، برضه مش هينفع نحكم عليه في بداية الموسم. فشايف محمود شبانة مع ناصر منسي مع أحمد بالحاج صفقات إلى حد ما هتدعم نادي الزمالك. الزمالك في لعيبة كويسة، محتاج بس رجالة في الملعب، محتاج رجالة في الملعب، محتاج رجالة في الملعب 3 مرات. شكل الزمالك هيبقى عامل ازاي؟ لسه لحد دلوقتي لم يتضح احنا هنلعب بأنهي سيستم وأنهي طريقة، لأن الكابتن أسامة لسه حتى نفسه هو مش عارف ايه الدنيا فيها ايه.